برنامج ايه بقى ده اللي هيجيبوا فيه ست بيت؟ ولو هيجيبوا ست بيت هيجيبوك انت؟ لا طبعا، هيجيبوا حد قريبتهم، واحده عايزين يظبطوا معاها فيجيبوها الاستوديو ويفضوا الاستوديو يعملوا لها برنامج عشان يظبطوا معاها. ممكن اكتم بقى. انت ليه محبط كده؟ ليه عايز تقتل الحلم اللي جوايا؟ وانا لازم اقتل حاجه، فيقتل الحلم اللي جواكي يقتل الواد ده عشان انا قرفت منه. طب كتب التليفون بيضرب. الو؟ ايوه انا مدام ابتهال. مين معايا؟ ايه؟ لا بس اصلكم فاجئتوني خالص. طيب انا هحاول الغي كل مواعيدي، هجيلكوا في الميعاد بالظبط. اوكي، مع السلامه. شوف ده مرتضى ابنك صح؟ متفقه معاه وعامله حوار علينا عشان تعيش اللحظه والوهم صح؟ يا محبط كتب بقى انا مش محبط والله محبط. اسمعيني، اخص عليك. انا مش محبطك، انا بقول لك الحقيقه. الوهم عمره بس ما تشوف مين. ازيك يا لافا؟ ازيك يا حبوبي؟ اسود. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يخرب بيتك في ايه؟ انت مين دي؟ انا لهفه يا خالته، لهفه. وايه اللي عامل فيكي كده يا بنتي؟ طيب متعودين احنا على المناظر دي وعلى اللبس وعلى الشكل ده، لكن انت ماشيه تتطوحي كده ليه زي السكرانين؟ خالته من فضلك انا مش قادره اتكلم كلمتين على بعض، انا جايه من الهرم لحد هنا ماشيه على رجلي. طب وليه جايه ماشيه على رجلك؟ ده انت عفريته دلوقتي، انت ممكن تطيري في الهوا ما حدش هيكلمك، او تصاحبي سندباد وتيجي معاها على المشايه. ايموني حبيبي، اوعدك لما ابقى نجمه هحقق لك كل اللي في خيالك ده. هو انا بقى ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش يا خالته. مفاجأة. بصي يا حبيبتي، لو ما عندكيش حاجة بكرة ممكن تقعدي قدام التلفزيون وتتفرجي عليا وانا طالعة بتألق في التلفزيون. انت هتطلعي في التلفزيون ليه يا خالته؟ انت رايحه مع بابا تتفرجي على ماتش ولا ايه؟ ماتش ايه؟ دي مدام رجاء الجداوي كلمتني، حاولت تستعين بيا علشان تتعلم اصول الطبخ، وحتى قالت لي ممكن تجيبي معاكي حد يساعدك. حبيبتي يا خالته يا حبوبه قلبي. قلت اخد بقى الواد ايمن معايا يساعدني. يا حبيبي قلبي يا حبوبه. خديه يا خالته. جود لك يا حبوبه. خش جوه عفريته. هتيجي معايا يا ايمن؟ طبعا. انا مش هنام النهارده، مش هنام. نامي بكره بقى. يعني انا اقعد طول حياتي ببرم في الاستديوهات وفي كل حته عشان بس اقول كلمه ولا اطلع اعدي كده بس، وهي من مكالمه تليفون تطلع في حلقه لوحدها؟ طب كانت خدتني معاها بدل اللقطه اللي معاها ده، على الاقل كنت اعرف اعمل كاروت كيك ولا اي حاجه كده شيك. انما لا طبعا، هي تنفسن مني، لان انا لو رحت معاها هاكل منها بكاميرا، هسرقها منها كده. ميرسي يا خالو قوي. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا بنتي مش انا اللي بعت لها الاوردر ده. عشان كده ربنا كرمها. ما انت عارفه خالتك محظوظه، كلمتهم بالتليفون ردوا عليها بعتوا لها. انت في الاخر برنامج طبيخ ما يليقش بمقامك. طبعا انا مقامي اطلع بظهري اخد سكينه في رقبتي. عامل لك ايه؟ ما انت اللي فقريه وحظك فقري. ايه ده، ربنا يكرمك المره دي. يا ترى المره دي بقى انا هطلع مشنوقه ولا محروقه؟ لا المره دي حاجه مختلفه، حاجه جديده، فيديو كليب مع عمرو دياب اظن. لا يعني مش للدرجه دي، اقل من كده شويه. مهرجانات. في مطرب شعبي عامل اغنيه جديده هتكسر الدنيا. الاغنيه دي هتتصور بكره، وطبعا ما ينفعش اشوف خير لبنت اخت حبيبتي واحرمها منه. يعني برضه يا خالو جايب لي شغلانه اطلع فيها صامته؟ يا حبيبه قلبي كل النجمات اللي انت شايفاهم في الساحه دول بداوا كليبات واعلانات، بس انت اعتمدي عليا المره دي. قولي يا خالو، انا حلوه قدامك ولا وحش؟ قمر طبعا. صوتي حلو وبعرف اغني ولا لا؟ ممتاز. بعرف ادي ادائي كويس ولا لا؟ ادائك طبيعي ومتميز. كتير عليا يبقى عندي فانز. اشمعنى ميريام فارس مثلا عندها الميرياميز، مايا دياب عندها الديابرز، هيفا عندها الهيفاهوليك، اليسا عندها الاليسيانز. ليه ما يبقاش في يوم من الايام جروب فانز اسمه اللهيفا؟ ليه يا خالو؟ انا مش فاهم انت قلت ايه اساسا. عشان بقى حضرتك سوري معلش اولد فاشون، في جابه بين الاجيال، عشان كده انا هفضل قاعده مكاني هنا مبسوطه كده بتفرج على خالته بتطبخ في التلفزيون. في الاخر بقيت اولد فاشل.
ورجعنا لكم تاني، وزي ما وعدتكم في اول حلقه معايا الضيفه اللي مشرفاني في الاستوديو دلوقتي مدام ابتهال اللي هتقدم لكم اكله بتقول انها قعدت تفكر فيها مده طويله قوي 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 عشان تقدمها لكم. احنا على الهوا ايوه. اتاري الدنيا طراوه. ايوه طراوه فعلا. بنفتح عن اذنك شويه يعني الناس شايفيننا في ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله؟ هضطر اطلع فاصل ونستعد لتقديم. انت يا لهفه شايفاني يا لهفه؟ هنطلع فاصل ونعود بعد الفاصل مع مدام ابتهال واللي معاها. يا اعداد اسمعوني، انا قلت 100 مره ما تجيبوليش ناس من بره. انت جايبين لي كوارث. في كارثه معايا في الاستوديو هنا على وشك الانفجار، ومعاها داهيه لابسه لي بدله صاعقه. انا عايزه افهم ايه اللي انت عملتيه ده بالظبط؟ ايه اللي انت عماله تعمليه؟ يا لهفه لما تبقى تلهفك ان شاء الله. تعالى هنا ايه بس؟ انا عايزه افهم ايه اللي انت عملته ده؟ يا مهلبيه انت. مهلبيه ايه؟ ده حلبك بس عياطك في البرنامج، خلي الناس تشوفي. عمال رايح جاي هي انت اللي مش عارفه اقول كلمتين للناس، وبعدين ايه؟ جعان جاي تاكل عندنا هنا، نازل اكل بس احنا نقدم لهم مهلبيه انت يا مهلبيه. بس بقى يا ناس ما ينفعش كده ابدا، ما ينفعش. حاضر الهوا من فضلكم اهدوا شويه. حاضر. انا طالعه على الهوا انا لوحدي وبعدين انتوا. حاضر. اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل. شايف يا بابا خالته قاعده بتعك بس. مدام ابتهال ايه الاكله اللي انت هتقدميها؟ الكنوز ده ايه ده؟ دلوقتي بقى وشها هيبقى محفوظ وانا محدش هيعبرني. هقدم النهارده ايوه بصراحه طول ما انا جايه في الميكروباص طبعا لازم يكون باظ. الميكروباص يا سلام وانا عماله شايفه يا لهفه قلت أحسن خالتك حاجة واكله الجو من مدام الجمهور العزيز رجاء. ده صينيه جرى ايه يا خالو؟ ما احنا عارفين اللي فيها. انا عايزه ريموت عشان انا هقلب خلاص مش قادره. ليه؟ اللي ميعاد المسلسل التركي. احنا ما صدقنا حد من العيله طلع في التلفزيون. والله ابتهال دي قروبه. وورق عنب وقلاس وكوسه. يلا. بضحت يعني الحمد لله. طبعا جاب كل المكونات الطبق اللي مدام ابتهال هتقدمه لكم، وان شاء الله بالهنا والشفا باذن الله. بعد ما تعملوا هتحطوه في الفرن زي ما قلت لكم، وبعدين هتنتظروا عليه شويه وربنا يقدركم باذن الله وتاكلوه. نطلع فاصل ثاني ونعود. بتعمل الله يخرب بيتك بتاعت ايه؟ ده مساعد ايه؟ ده جاي يعمل ايه بالظبط؟ انا هقوم انزل عشان عندي شغل، وانتوا بقى بعد ما تتعلموا احكوا لي اللي حصل. ماشي خالو هنتعلم. خليكوا كده كلكوا طيبين قوي. الطيبه دي ما بتنفعش في الوسط ده ابدا. وعايز افكر الساده المشاهدين اللي عايزين يتصلوا بينا على البرنامج على الهواء مباشره يتصلوا على الارقام اللي ظهر دلوقتي على الشاشه. مدام ابتهال قولي لي ما شاء الله ما شاء الله. انا عايزه انام قوي كده بس عليا النوم فجاه. انا هقوم وحضرتك بقى تبع خالته الحبوب الاموره دي وانا هبتفرج عليها في القعده. تصبح على خير يا حبيبي. انا هشوف الفاصل على الله يحطه ميكي ماوس. عملت كمان معانا اتصال. الو. ايوه يا استاذه رجاء، انا مش فاهمه يعني ايه الجديد في طريقه عمل المحشي؟ ما هي عملته زي ما كل الناس بتعمله عادي يعني. بصراحه يا استاذه الحلقه دي ملهاش اي 3 لازمه. لا الحقيقه ضيفتي ضيفه مميزه جدا جدا. يكفي انها مثلا بتقور البتنجان بايدها الشمال. مالك باصص يا جماله يا حلوياته، يا ساتر يا رب، يا حركاته يا زحاليقه. ايه زحاليقه دي؟ طيب احنا ايوه انت معايا لسه على الخط ولا ايه؟ انت بتسمي العك ده نجاح؟ بصي يا استاذه رجاء، انا عندي افكار طبخ كتير جدا، لو استضفتيني الحلقه الجايه هعمل لك احسن من العك اللي الست دي عاملاه لك. الحلقه الجايه؟ مش لو البرنامج ما اتلغاش قبل الحلقه الجايه؟ طيب شكرا لاتصالك، متشكره قوي قوي قوي، ونطلع فاصل. لا استني قبل الفاصل. ايه؟ انا الصوت ده مش غريب عليا. عارف مين دي؟ ايوه البت لهفه. يا لهفه يا عدوة النجاح، اخس عليكي.
ايوه والنبي يا لهفه بيسجلي الحلقه دي عشان هنعمل دلوقتي عيد ميلاد مدام رجاء الجداوي حالا. انا اسفه هم الحقيقه اخدوا من حماس شويه. شفتي الموكوسه بتقول عليا ايه؟ خلاص من فضلك هنرجع بعد الفصل. وسيدتي سادتي انساتي يا محدبين يا قول لا ده تاني طلب كده. انا افتكرتك بالظبط. يا بابا بس يا ولد بس يا ولد والى اللقاء في الحلقه القادمه اذا كان في حلقه قادمه. الحقوني. الست دي مش هتطلع تاني من النهارده مفيش رجاء. انا رجاء. يومك يا استاذ اتكلمي عن نفسك بس طبعا مش همك انا. ايه اللي فرشمكوا كده؟ لما يعيدوا الحلقه هنشوف الضرب ده تاني؟ قولي من وش يا ستتي انا عفريت الدنيا بتتنطط ناقصاكي منور الشاشة يا أيمن، منورة الفضائيات يا ابتهال. إيه ده؟ ده مكياج صح؟ مكياج مكياج ايه ياض يا اهبل انت مش شايف الخمس اقلام اللي على وشي دول بتوع مين؟ مين؟ بتوع مدام رجاء الجداوي يا بندق. مدام رجاء الجداوي الشيف؟ ايوه مدام رجاء الجداوي ضربتني بالقلم يا بندق. يا بختك يا امال انعام سلوسه هتعمل فيا ايه لو شافتني؟ ما هو كله منك انا السبب في انا ايمن اضرب بالرجاء الجداوي. يا لهوي لو انعام سلوسه شافتني يا لهوي. كله بسبب كده. انا انت اللي بوظتني. بتضربي تاني بتضربي تاني. بوظتني. امد ايدي عليك. عشتك.